يعني ايه اونلاين ماركتينج؟ مش قصدي هنا على التعريف، انا بتكلم على التطبيق. لو عاوز تعرف اتفرج على الفيديو ده. الناس بقت بتسمع مصطلح التسويق الالكتروني كل يوم، بس اول ما تسأل حد يعني انت بتعمل ايه تلاقيه ساكت او بيقول لك بعمل شوية بوستات على السوشيال ميديا وكده. والحقيقة ان اللي بيعمله ده ما يجيش 10% من اللعبة الكبيرة. الاونلاين ماركتينج او التسويق الالكتروني مش مصطلح نظري. الاونلاين ماركتينج هو النظام اللي بيخلي البيزنس يشتغل من غير ما تشرح كل حاجة بنفسك. يعني ايه بقى التسويق الاونلاين بالتطبيق العملي؟ واحد، ان العميل يعرفك من غير ما يعرفك. مثلا شاف بوست، دخل على لينك او رابط انت حطيته، شاف اوفر او عرض انت قدمته، او حس انك بتتكلم معاه شخصيا. دلوقتي بقى هو ليد حقيقي كواليفايد من غير ما تعمل اي كونتاكت مباشر ما بينك وما بينه. اتنين، يعني المحتوى اللي انت بتقدمه يشتغل مكانك. بتكتب بوست او كوبي النهارده، حد ممكن يشوفه بعد اسبوع فيتاثر باللي انت كتبته ويسجل في الكورس الاونلاين او الليد ماجنت اللي انت طرح من غير ما تكون معاه في نفس التوقيت. ثلاثة، يعني عندك فانل تسويقية واضحة، مش مجرد دردشة. بدل ما حد يسألك أو يستفسر وتبعت له نفس الكلام في الرسائل، العميل هيدخل يتفرج يقتنع فيشتري. تسويق بيشتغل لوحده. أربعة، يعني تعرف مين الصح ومين لأ. الفيسبوك ادز بيوريك وبيثبت لك بالأرقام مين ضغط ومين سأل ومين اشترى. يعني كل جنيه انت بتصرفه بتشوف رجع لك منه قد ايه. خمسة، يعني توسع مش محدود بمكان، سواء كان في القاهرة أو جدة والرياض أو لندن أو باكستان. لو أنت عندك أوفر قوي وتسويق ذكي، مفيش حدود لمين يشتري منك. حسب تقرير اتعرض على ستاتيستا، الأونلاين ماركتينج هو أكبر وأهم أداة بتزود مبيعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وده ب 2.5 الضعف من التسويق التقليدي. واللي بيشتغل بسيستم فانل بسيط بيكسب أسرع 3 مرات من اللي بيعتمد على الرسائل اليدوية أو العلاقات الشخصية في البيع بتاعه. أخيراً، لو لسه فاكر إن التسويق الأونلاين أو الأونلاين ماركتينج مجرد بوست على إنستجرام، فأنت ما استخدمتش 90% من قوته. قول لي كده في الكومنتات، هل أنت كنت متوقع إن الأونلاين ماركتينج حجمه بالضخامة دي، ولا كنت فاكر إن هو شوية برضه بوستات على أي وسيلة من وسائل السوشيال ميديا؟ استنى ردك. السلام عليكم.